رجلي بتولع مش عارف العب، النجيله نار، انتوا ساقينا حمص الشام. فيستون مايلي في اساسه علبه جبنه، بالتحديد فيتا، يسعى لانتشار صناعه الالبان والاجبان. السلام عليكم، وحشتوني. عايزك تركز في حاجتين، اول حاجه انك تديني لايك من اول فيديو زي الفيديو اللي فات لان ده بسطني جدا والله. تاني حاجه الاستمراريه للماتش الرابع على التوالي. انا فخور بيا وفخور بيك ان انت موجود معايا وبس كده. يلا بينا. بدأ ماتش بيراميدز وصن داونز بان محدش عارف الخير فين ولا عارف نشجع مين، ولو بتسأل على الكوره فهي مش في جون الشناوي ده، هي في جون الشناوي بتاعنا. واعتمد مدرب بيراميدز على مبدأ الاهلي عمل ايه عشان ما نعملوش، دافع هنهاجم، حافظ هننسى، هي كده. اما مدرب صن داونز فده وصل النهائي مرتين، فعارف طريق النهائيات منين، بس مش عارف بعد ما يوصل يعمل ايه. المهم الشوط الاول كان غير متوقع، الفرقتين ما لعبوش، شويه نوش على هجمات نيه فصفر صفر. وعشان الاحداث ملهاش لازمه قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر كوبايه الميه دي. يتعلم من الدرس الاهلي. برافو عليك. ما هو ما خسر الاهلي انا مالي يا باشا، القدره على تسجيل هدف في المرمى في ملعب صن. الله انتوا هزيتوا ولا ايه؟ قالوا لي ان اللي هيكسب الماتش ده هياخد افريقيا، وانا بقول لا، افريقيا الاهل افريقيا والا الاستعمار. وبطمن جمهورنا ان الشمس ما حرقتش مخي وانا في كامل وعي اهو. انا لما اقول لك نصيحه لازم تسمعني، انا ما فيش حد في الفرقه دي ما حطش فيها جول، انا جديد في البطوله دي معلش، هي كبيره فعلا طبعا، كبيره يعني اكبر من كاس بهتيم. خد بالك النجيله دي مش زراعي على فكره، انا قصدت انزل ادوقها دلوقتي. انا شلت 3 ومحمد شال 17. هوبا، مش حراس مصر اللي يشيلوا اكتر من 20 جول من فرقه واحده. الكرة اللي شالها من فلافيلو. يا سيدي فلافيلو مين؟ فلافيلو مين؟ في لعيب اسمه فلافيلو؟ اللي هو لونه بني محروق ده. ايه ده، هو مش قوي في الشمس زيهم ليه؟ ده زنج تقليدي يا عم، بتهجم باتنين بحالهم، هو التبذير وصل للتدريب كمان. رجلي بتولع مش عارف العب، النجيله نار، انتوا ساقينا حمص الشام. كور ونط ومجهود وقرف، لسه واكل طاجن لباليب عجول ومش مستعد للفرهده دي. انا كمان خمست في طاجن اللباليب بتاع ويليامز. الحمد لله على السلامه. انت في حضره الوقت اللي بقول لك فيه اثناء متابعتي للشوط الاول والثاني لفت انتباهي الهداف اللي بيسجل في كل ماتش جون لو جاله اكتر من 7 فرص، اللاعب الشهير بالقناص لعمه فيستون مايلي. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وقلت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوره في مصر والكونغو وشركات الالبان والاجبان. فيستون مايلي في اساسه علبه جبنه، بالتحديد فيتا، يسعى لانتشار صناعه الالبان والاجبان. فلو بصينا على مسيره فيستون مايلي الاحترافيه سنجد بدا مسيرته في نادي فيتا كلوب، ثم انتقل الى يانج افريكانز، ثم انتقل الى بيراميدز ب 250 الف يورو. فيتا كلوب بحذف كلوب تصبح فيتا، فيتا الجبنه الفيتا. 250 الف بحذف الاصفار تصبح 250 جنيه هو سعر علبه جبنه عبور لاند فيتا 2 كيلو جردل بدون شرش. عايزين نتجوز بقى، ما تاخد اثبات رقم جديد. بالنظر الى اجمالي مساهمات فيستون مايلي طوال مسيرته سنجد ان عددها 68 هو نسبه نساء العالم الذين يتناولون اللبن الالبان. شركه البان المزرعه التي تاسست عام 1994 هو العام الذي ولد به فيستون مايلي. مش عارف ايه الحظ ده، يوم ما التزم واعمل نهائي افريقيا يكون لفرقتين بيشجعهم 300 نفر وبفلوس كمان. خد الاخيره المنطقيه السريعه، بالنظر لاسم فيستون مايلي بالكامل سنجده فيستون قال مايلي. فيستون قال مايلي، سيبك من فيستون وامسك في قال مايلي، هنتفها تصبح قلماطه. قلماطه الزيتون القلماطه، الزيتون القلماطه الذي لديه عده استخدامات خاصه مع الجبنه وبشكل خيوط. اذا فيستون مايلي في اساسه علبه جبنه، بالتحديد فيتا، يسعى لانتشار صناعه الالبان والاجبان. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره. انتظرني بشخصيه شبيه محمود صلاح. سلام. الحمد لله على السلامه. انا جاي احكي لك اللي حصل في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان غير متوقع برضه، بس الفرقتين حبوا يثبتوا ان عندهم هجوم، وده ظهر في الدقيقه 57 بعد هجمه طلع فيها كل لعيبه صن داونز، اتبسط من على الوينج فوصلت للعيب اسمر، فسح لاشين وشاط، قام شالها الشناوي والشيبي فوصلت للعيب اسمراني تاني، عدل وشاط قام خبطت في مرعي فوصلت للعيب اسمراني تالت، شاط محدش شالها ف1-0 لصن داونز. عشان ينام الماتش ساعه الا تلت ويصحى في اخر دقيقه بعد عرضيه بالحب من مهند لاشين محدش يديها اهتمام فتخبط في الارض تفوت، يلاقيها وليد الكارتي اللي يديها دماغه و1-1 لبيراميدز عشان يخلص الماتش على كده. وسبحان الله افريقيا تقرب من بيراميدز بعد اول سنه ليه في افريقيا. وايه وقرر اديلك ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر الجلابيه دي. مش هقص عشان تعبت من التصوير والله. انت ايه مش هتجيبني في الهجمه معاكو؟ اصلك اسبنكتني يعني. عايزين مشاكل؟ انا بتاع مشاكل اصلا. انا مسميني في منطقتي
الغشيم يلا منك له. الشناوي قلب على دوده ولا سحليه؟ ماله بيزحف كده ليه؟ ايوه بشرب بانجو. انا هكذب عليك واقول لك لا، اعشاب طبيعيه. هنقذ صن داونز بدماغي. الحقونا يا جدعان، خط الدفاع باظ. الحمد لله ان الجول في اخره شبكه. ويليامز كان مكمل النط على الجمهور. يعني دي اول سنه ليك في افريقيا وعملت كل ده؟ وانت؟ انا الزمالك الحمد لله. وانت؟ الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر. ولو ما عملتش لايك في الاول اعمل لايك في الاخر واديني تعليق حلو. بس انا كده خلصت. سلام.